تبايعوني على 5 عشان ارضى اجيلكم اصلا توافق على 5. فالالتزام ان انا قبلت ان الزم نفسي باشياء. بقى عندي ورد قرآن يوم انا ملتزم بيه، بقى عندي حاجه اسمها صلاه جماعه انا ملتزم بيها. زي بالظبط كده، يعني يقول لك مثلا ايه، انا عندي التزامات شهريه يا جماعه، انا بدفع قسط شهري، انا بدفع ايجار شقه، انا بدفع فاتوره كهرباء، انا عندي التزامات شهريه. الغير ملتزم هو اللي مش قابل ان الدين يحكمه، يعني لسه ما عندوش الرغبه الى الله لدرجه ان انا هلزم نفسي بالفرائض وباوراد في السنن وبرد قران وباوراد عباده. فالملتزم اللي قبل دي في حياته، اللي دخلت دي في حياته. فبرضه انا بحس ان يعني امتى هبقى دخلت حتى في اول درجه، لان مفهوم ملتزم ده بيختلف من عصر لعصر. النبي عليه الصلاه والسلام كان مفهوم ملتزم مع الانصار في بيعه العقبه ايه؟ تبايعوني على 5 عشان ارضى اجيلكم اصلا توافق على 5. على السمع والطاعة في المنشط والمقرأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النفقة في العسر واليسر، على أن تقوموا لله. فيش نازلة للدين أنت ما تقفش مع الدين فيها أبدا، تبقى راجل مع الدين في كل المواقف. وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، تدافع عن الدين. وده فده كان وقتها مفهوم الالتزام. احنا بالنسبة لنا ان انت بقى عندك هم، انا عايز اعمل حاجة بقى لاخرتي، انا نفسي ابقى من اهل الفردوس الاعلى، انا نفسي اقرب من ربنا. عاد ضميرك بيتعبك وانت حاطط راسك على المخدة بالليل لما بتفتكر ذنب انت وقعت فيه. انما من غير تصور مثالي عن الالتزام، الملتزم والعاصي الاثنين بيعصوا ربنا، بس الملتزم عنده هم التوبة، العاصي ما عندوش هم التوبة.